السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده شباب هنلعب مع بعض لعبه ريد ديد ريديمشن 2. كنا لعبناها في الحلقه الاولى في القناه، وان شاء الله النهارده هنلعبها مره تانية. فقبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك، ويلا بينا نبدا. طبعا يا شباب زي ما انتم عارفين احنا لعبنا اللعبه دي قبل كده في الحلقه الاولى في القناه، فلو ما كنتش شفت الحلقات اللي فاتت هسيبها لك فوق او هسيبها لك تحت الفيديو، ممكن ترجع تشوفها وبعد كده تكمل معايا الفيديو. طبعا يا شباب اول حاجه لازم نعملها في الحلقه ديت ان احنا لازم نصطاد، لان زي ما انتم شايفين الاستامينا بتاعتنا يعني لونها احمر كده وعماله تنقص، فلازم ان احنا نصطاد يعني عشان نظبط الاستامينا دي وناكل يعني. فدلوقتي خلينا نروح نقرب من النهر ونشوف الاماكن اللي ممكن نصطاد فيها الغزلان او الحيوانات اللي احنا ممكن نطبخها يعني. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين النهر هناك تحت اهو، لازم ننزل له. فطبعا مش هننزل من هنا يعني عشان ما نموتش، هناخد طريق كده وننزل للنهر وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا رايحين عند النهر واخدنا الطريق دوت عشان ننزل لتحت يعني، والنهر موجود تحت، بس انا المشكله مش شايف اي حيوانات هنا خالص يعني، مش شايف اي حاجه ممكن اصطادها. خلينا كده نقرب اكتر ونمشي مع اتجاه النهر يا شباب ونشوف ممكن نلاقي حيوانات نصطادها ولا لا. طبعا الحصان عادي بيدخل في الميه وبيعوم عادي، بس طبعا الاستامينا بتاعته بتتعب يعني، هو الاستامينا بتاعته بتخلص بسرعه لانه اصلا حصان يعني مش قوي قوي يعني. طيب دلوقتي احنا عدينا النهر وممكن نمشي كده ونشوف يعني لو في اي حيوانات ممكن نصطادها وكده. طيب احنا دلوقتي ماشيين بالحصان يا شباب في النهر، والحصان تعب جدا مننا، وهي برضه مش لاقيين اي حيوانات ممكن نصطادها يعني وناكلها وكده. فعايزين نشوف كده اي مكان يكون فيه حيوانات ممكن نروح نصطادها. دلوقتي عديت الناحيه التانية برضه وعمال ادور على حيوانات يعني ممكن اصطادها وكده. طيب لحظه يا شباب، كان انا شايف حاجه مش عارف دي حيوانات ولا صخور، بس خلينا نروح ونشوف. لا يا شباب مع الاسف يعني طلعت صخور ومفيش اي حيوانات خالص، حتى ما شفتش اي حيوان بيجري مني مثلا ولا بيهرب مثلا او حاجه، مش شايف اي حاجه خالص. مع ان الاماكن هنا بتكون دايما مليانه غزلان ومليانه حيوانات ممكن نصطادها، بس مش عارف دلوقتي مفيش ليه. ممكن يا شباب لما نمشي شويه مع النهر يعني ممكن نلاقي حيوانات برضو، فاحنا ماشيين دلوقتي مع النهر ونشوف هنعمل ايه. طبعا الحصان تعب زي ما انتم شايفين يعني، والاستامينا بتاعته قلت جدا، فخلينا نوقفه هنا كده وممكن ننزل نوكل الحصان شويه ونهديه شويه يعني، لان هو تعب جدا ومحتاج ان هو يرتاح شويه يعني، فممكن ننزل من عليه كده. وممكن يا شباب ان احنا ناكله برضه عشان الاستامينا بتاعته تزيد والهيلث بتاعه يزيد يعني، فهناكله كده ونريحه شويه وبعد كده نمشي بيه تاني. خلينا ناكله كمان، مش عارف هو بياكله هوا ولا ايه، بس ما علينا يعني. طيب دلوقتي خلينا نكمل طريقنا يا شباب ونشوف لو في حيوانات برضو نقدر نصطادها ولا لا. والله يا شباب يعني عكس المتوقع، بدل ما الاقي حيوان لقيت بني ادم يعني في الميه وبينادي عليا يا شباب، يعني تقريبا شكله مجنون اصلا، فسيبك منه كده خلينا نكمل احنا بنعمل ايه. طيب لحظه يا شباب، دلوقتي شفت حيوان اهو يا شباب، زي ما انتم شايفين في حيوانات بتجري، ولقيت اخيرا حاجه ممكن اصطادها يعني، فممكن، بس مش عارف هما ليه بيجروا بسرعه كده. خلينا ممكن نجري وراهم بالحصان بس بالراحه عشان ما يحسوش بينا يعني. في يا شباب القدره دي عندي ان انا ممكن اتتبع الحيوانات من الاثار بتاعتها واروح وراها يعني من غير ما يحسوا بيا. فدلوقتي خلينا انزل من الحصان عشان ما يحسوش بيا اكتر من كده، وخليني اخد القوس معايا زي ما انتم شايفين واخده على ظهري، واروح بالراحه عند الحيوانات دي يا شباب ونشوف ونحاول نصطادهم. خلينا امسك القوس كده، وزي ما انتم شايفين في غزال يا شباب واقف هناك، بس مش عارف اعرف اصطاده من هنا ولا لا. خلينا امشي بالراحه بالراحه، ويا رب ما يكونوش خدوا بالهم مني يعني. هو الغزال واقف ورا الصخره بالظبط يعني، لو الصخره دي مش موجوده كان زماني اصطادته. فخلينا دلوقتي نقرب منه ونشوف اهو يا شباب، زي ما انتم شايفين في غزال وانا مصوب عليه، بس مش عارف هيطولوا من هنا ولا لا. خلينا نجرب كده، وياب يا شباب فعلا طالوا الحمد لله، وقتلت الغزال تقريبا ولا لسه بيمشي، والله مش عارف قتلته ولا لا يعني. في غزال تاني برضو ممكن نصطاده هنا. ياب يا جماعه صدت الغزلان دي، بس المشكله ان انا الاستامينا بتاعتي يعني قلت خالص، والغزلان وقعت في الميه يعني، معلش هجيبهم ازاي دول؟ والمشكله يا شباب الغزلان وقعت في الميه يعني، مش عارف اعملهم ايه دول. المشكله محتاجين حبل، وانا مش هينفع استخدم الحبل وانا جوه الميه، والاستامينا بتاعتي بتقل زي ما انتم شايفين، بتقل جامد يعني. يا رب اصلا الحقهم يعني. والله يا شباب الغزالين الاتنين صدتهم يعني وميتين، بس ماشيين في الميه ومش عارف الحقهم ازاي. بحاول اصفر الحصان بتاعي يجي يلحقني، بس طبعا مش عارف هيجي ازاي اصلا في كل الصخور دي والحاجات دي. هو يا شباب زي ما انتم شايفين هو هناك الناحيه التانية، مش عارف لو هو ذكي وهيعدي لي الناحيه التانية ولا هو اصلا تعبان زيه زي يعني. الغزلان اصلا اختفت يا شباب اصلا يعني، المجرى الميه خد الغزلان بعيد جدا، وتقريبا مستحيل الحقهم تاني خلاص. دي كانت اغبى صيده يعني صدتها في حياتي. طيب دلوقتي عديت الناحيه التانية والحصان الحمد لله جالي، بس هو مش بيعدي الناحيه التانية لان هو خايف تقريبا او تعبان. فخلينا دلوقتي ناخد الحصان، لان انا بصراحه الاستامينا بتاعتي ما تمشينيش 4 متر قدام. ايه اللي انا بعمله ده؟ والله الاستامينا بتاعتي زي الزفت، والحصان الاستامينا بتاعته كمان زي الزفت، ومش عارف ايه اصلا ايه الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده، بس يلا ما علينا يعني. في واحد هنا شباب تقريبا بيصطاد ولا بيعمل حاجه مش عارف، بس احنا مش هنوقف لاي حد، عشان قبل كده وقفت يا شباب لناس وطلعوا عليا وسرقوني يعني، خدوا كل فلوسي وخدوا الحصان بتاعي وكل حاجه، فمستحيل اوقف للناس تاني.
مع اني عارف يعني ان في مهمات جانبيه ممكن اعملها وبتكون عباره عن الناس دي، بس انا مش عايز اقف تاني لاي حد عشان ما يقلبنيش يعني، معلش. خلينا كده ما نمسكش اي سلاح عشان الناس بتشوفنا بتشك فينا وبتحس ان احنا عايزين نضربهم او نسرقهم يعني. والله يا شباب زي ما انتم شايفين ده صدله تقريبا، مش عارف اصطاد حمار ولا اصطاد ايه ده، ومحمله على الحصان زي ما انتم شايفين وماشي بيه ورايح بيه على المدينه، يعني الصلاه على النبي هيبيعه، فممكن احنا نقتله وناخده منه ولا ايه؟ ولا بلاش يا شباب، بلاش يعني، بلاش المكسب الحرام دوت، خلينا نكسب كده بالحلال ونشوف هنصطاد احنا بمجهودنا ولا لا، ولا يلا نرجع له يا شباب وناخدها منه يلا بسرعه. لا لا خلاص يا شباب بهزر معلش يعني، نروح نصطاد احنا بمجهودنا يعني وبلاش نسرق اي حد. طيب دلوقتي يا شباب في 3 غزلان تاني اهم في الميه، ويلا بينا دلوقتي ننزل مع الحصان تاني ونصطادهم يعني، ويقعوا مننا في الميه تاني ويضيعوا مننا تاني. تمام دلوقتي مسكت القوس، والمشكله ان انا الاستامينا بتاعتي صفر يعني زي الزفت، ما اقدرش اعمل اي حاجه يعني، مجرد يا شباب ان انا اشد القوس اصلا والسهم كده الاستامينا بتاعتي اصلا بتروح في داهيه، فما بالكم يعني لما اصطاد واشيل الحيوان واحطه على الحصان وكده، فمحتاجه مجهود كبير جدا، والحمد لله ان المايه هنا مش عميقه قوي يعني، ممكن امشي كده بالراحه يا شباب زي ما انتم شايفين الغزال هنا بيشرب، وخلينا دلوقتي نصوب عليه بالظبط على راسه عشان لما نضربه من اول ضربه يموت يعني. ويب اخيرا صدته يا شباب، وقع في المايه تاني، وخلينا دلوقتي نمسكه ونشيله بسرعه يعني، عشان بدل ما اللي احنا عمالين نعمله ده، خلينا نجيب الحبل كده ونمسكه بالحبل يا شباب كده زي ما انتم شايفين ونسحبه من الميه. إيه معلش هو ما بيتسحبش ليه؟ صاحبنا ما بيتسحبش من الميه يا شباب يعني، ما مش عارف ازاي ده، والله ما ارمي الحبل عليه وهو علق في الصخره هنا بس مش راضي يتسحب يعني، هو قدامي زي ما انتم شايفين وبحط الحبل عليه بس مش راضي يتسحب برضه. والله يا شباب شكلي سته على الفاضي يعني، مش عارف اعمل فيه ايه، والله شكلي يعني هضربه اعمل له ايه طيب، ما مش راضي يجي طيب ولا راضي يعني يتسحب بالحبل، والناس شكت فيا زي ما انتم شايفين ومفكرين ان انا حرامي ولا مش عارف بعمل ايه، انا ماشي في حالي ولا اي حاجه، ولا ضربت نار ولا عملت اي حاجه. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين كل الغزلان هربت لان احنا ضربنا بالمسدس، ومش عارف ايه الحركات الغبيه اللي احنا عملناها دي، ومش عارفين نصطاد غزال يعني، الغابه دي كلها مش عارفين نصطاد منها غزال، مش عارف ازاي. خلينا نادي على الحصان تاني زي ما انتم شايفين ويا رب يعدي لي الناحيه التانيه. اه يا شباب الحمد لله الحصان طلع ذكي يعني وبيعدي المايه عادي، وياب جاي لي يا شباب زي ما انتم شايفين. خلينا ناخد الحصان كده ونمشي تاني مع النهر ونشوف برضه لو ينفع نصطاد غزال ولا لا. شكلنا مش هنصطاد غزال يعني خالص النهارده، هنقضي الحلقه كلها من غير ما نصطاد يعني. اللي يعرف يا شباب مشكله الغزال لما بيقع في الميه دي نعمل فيها ايه يقول لي تحت في الكومنتات، لان مش عارف بصراحه اعمل معاه ايه يعني، بيقع في الميه كده بشكل غبي ومش بعرف اجيبه تاني مش عارف ازاي. طبعا انا شفت ارانب كتير وحاجات بتمشي على الارض كده صغيره، بس طبعا احنا عايزين نصطاد صيده كبيره يعني عشان اللحمه بتاعته تكفينا. خلينا نستعمل القدره دي واشوف لو في اي حيوانات وليها اي اثار ولا لا. زي ما انتم شايفين يا شباب الدنيا حواليا فاضيه خالص، مفيش اي حيوانات نهائي يعني. طيب يا شباب زي الحلقه اللي فاتت بالظبط في 2 سارقين واحده وعمالين ياخدوها لبعيد يعني، ومش عارف انا المفروض انقذها ولا لا، بس لو المفروض انقذها لازم اقتل الاتنين دول عشان هم سارقينها دلوقتي، فخليني دلوقتي اطلع مسدسي وانقذها يا شباب، بلاش نعمل زي الحلقه اللي فاتت يعني، بلاش نبقى اندال زي الحلقه اللي فاتت معلش يعني، خلينا كده نقتلهم بس يا رب ما يقتلناش. قتلنا اول واحد والتاني ياب يا جماعه كده، وخلينا ننزل دلوقتي ناخد الست ديت وننقذها يا شباب، نشوف لو محتاجه اي توصيله ولا حاجه. تمام بيقول لي دلوقتي ان انت ممكن تحرر اي مسجون بان انت تعمل يعني بان انت تضرب القفل اللي موجود هنا، فخلينا دلوقتي نضرب القفل كده، وياب يا جماعه دلوقتي القفل اتفتح وهي تقدر تخرج زي ما انتم شايفين. شكلها كانوا معذبينها يا شباب وبيحرقوها تقريبا وهي بتشكرني. طيب عفوا يا ست الكل، طيب هنشوفها بس محتاجه ايه ونمشي على طول. طيب يا شباب هي دلوقتي قالت لي مشكلتها وبعد كده جريت على طول مش محتاجه اي مساعده، قالت لي انها هتهرب هي يعني، فخلاص اظن ان احنا مش لازم نعمل لها اي حاجه. دلوقتي خلينا نشوف الاتنين اللي احنا قتلناهم دول يا شباب، يعني لو حد جه شافنا ممكن يبلغ عننا والشرطه تيجي وتحبسنا يعني، فخلينا نجري دلوقتي بسرعه بدل ما حد يشوفنا، مع ان انا والله عملت عمل خير يعني، بس معلش ممكن الشرطه تفتكر ان انا قتلتهم كده من غير سبب وتقبض علينا يعني. ودلوقتي شفت غزلان تاني واقفه على النهر، خلينا ننزل دلوقتي بس نكون حريصين ان الغزلان دي ما تهربش مننا ولا تقع في الميه. دلوقتي خلينا ناخد القوس كده ونروح على الغزلان دي بس بالراحه ونوطي كده عشان ما يحسوش بينا يعني يا شباب. زي ما انتم شايفين الغزال بيشرب هناك ولازم ان احنا نصطاده من غير ما يقع في الميه، طبعا هو الحمد لله بعيد عن الميه شويه، وفي حيوان تاني هنا بيمشي مش عارف ايه ده بس ما علينا منه. خلينا دلوقتي نقرب من الغزال على قد ما نقدر عشان نمسكه بسرعه قبل ما يروح الميه. طيب يا شباب خلينا نقرب بسرعه، خلينا نقرب ونقرب ونحط كده السهم على راسه يا شباب. والله يا شباب هرب مني بكل غباء يعني، مش عارف ايه اللي انا عملته ده وخليته يهرب مني يعني، ودلوقتي نزل في الميه طبعا مش هينفع نصطاده وهو جوه الميه. خلينا يا شباب نشوف اي غزال تاني لان اصلا الغزال ده ما كانش عاجبني، تحس ان هو يعني صغير كده مش هينفعنا. طبعا دلوقتي عمال
طبعا دلوقتي عمال اجري والشمس بتغرب يا شباب، ولما الشمس تغرب هيكون الصيد هنا صعب جدا ومش هنعرف نصطاد اي حاجه، فلازم ان احنا نصطاد قبل ما الشمس تغرب يعني عشان نلحق نوديها المدينه ونبيعها، لان لو احنا ما بعناش عند الراجل بتاع اللحوم مش هنستفيد منها اي حاجه، والصيد ده هيعفن عندنا ومش هنستفيد منه اي حاجه يا شباب. والله يا شباب زي ما انتم شايفين ارثر تعب جدا من كتر الجري والصيد طول النهار ومن غير اي فايده ولا حتى جرام واحد من اللحمه صدناه يعني. فدلوقتي زي ما انتم شايفين الشمس بتغرب وشكلنا كده لازم ان احنا يعني ممكن ننام هنا او حاجه عشان بدل يعني ما نرجع المدينه في نص الليل وبيكون في اصلا حراميه على الطريق. فدلوقتي خلينا ايه يعني ممكن نخيم هنا وننام، وتاني يوم الصبح ممكن يا شباب ان احنا يعني نبدا نصيد تاني. خليني دلوقتي ادور على اي مكان كده ممكن اخيم فيه واحط فيه مخيم يعني. طبعا بيقول لي المكان اللي لازم انا اخيم فيه يكون بعيد عن اي طريق ويكون بعيد عن اي زحمه يعني، ما ينفعش اخيم كده في اي حته وخلاص. خلينا نطلع فوق الجبل كده يا شباب ونشوف لو ينفع نحط خيمه هنا. طيب يا شباب دلوقتي بيقول لي ينفع فعلا ان احنا نحط خيمه هنا ونخيم في المكان دوت وان احنا ننام لحد الصبح، وبعد كده الصبح نبقى نصحى يعني ونكمل عمليه الصيد اللي احنا بادئينها وفاشلين فيها الصلاه على النبي يعني، ومش عارفين نصيد اي حاجه. دلوقتي يا شباب نصبنا مخيم زي ما انتم شايفين وحطينا نار وممكن ان احنا ننام هنا جنب النار يعني. وطبعا النار زي ما انتم عارفين بتطرد كل الحيوانات المفترسه يعني، ممكن لو اسد حاول يهجم علينا او دب قطبي او كده ممكن ان هي تطرده على طول يعني من غير ما احنا نعمل اي حاجه، لان هو مجرد ما يشوف النار هيخاف يعني ويمشي. فدلوقتي خلينا نعمل سليب وخلينا نحطها للمورنينج يعني هننام 9 ساعات بالظبط. فدلوقتي يا شباب خلينا ننام لحد ما يطلع الصبح، ولما يطلع الصبح بقى خلينا نكمل الصيد بتاعنا. طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين الصبح طلع يا شباب يعني، ودلوقتي ممكن ان احنا ناخد الحاجات بتاعتنا اللي احنا حطيناها هنا بننام عليها ونطفي النار دي عشان ما حدش يلاحظنا برده. ودلوقتي يا شباب طفينا النار كده ولميت حاجتي يعني ولميت اللي انا كنت نايم فيه ده. وزي ما انتم شايفين يا شباب النهر هادي جدا لان دلوقتي الصبح بدري يعني ومفيش اي حد خالص، وطبعا برضو الغزلان ممكن تكون لسه مش منتشره قوي ومش صاحيه يعني دلوقتي. فخلينا دلوقتي على ما ننزل النهر يعني ونجهز الادوات اللي بنصيد بيها يكون يعني الغزلان بقت موجوده. طيب دلوقتي يا شباب خلينا ننزل عند النهر تاني ونشوف دلوقتي ممكن نعمل ايه. خلينا نمشي بالحصان بطيء شويه عشان يعني ما يحسوش بينا دلوقتي ويهربوا زي كل مره. تمام دلوقتي انا لامح في غزالين بيشربوا ميه الناحيه التانية، فممكن لو انا يعني الحصان بتاعي يستحمل ممكن اعدي الناحيه التانية واصيد الغزالين دول او غزال واحد بس منهم يعني عشان نقدر نشيله على الحصان وبعد كده ايه يعني نبيعه عند بتاع اللحوم وكده. فدلوقتي خلينا نهدى خالص يا شباب ننزل مع الحصان لان الحصان هيلفت انتباههم. زي ما انتم شايفين في واحد باصص لي، ودلوقتي خلينا ميل كده يا شباب واطلع القوس والسهم وبعدها اصوب عليهم يعني يا شباب وبعد كده نصيدهم يعني. بس ان انا المشكله عايز اصوب على راسهم وهم يعني راسهم من الناحيه التانية، فمش عارف ازاي اصوب عليها لان انا لو صوبت على جسمهم مش هيموتوا على طول. تمام دلوقتي خلينا اصوب وياب يا جماعه كده صوبت على الاثنين، وفي واحد مات وفي واحد تاني راح مات في الميه، فالحمد لله ان اللي مات ده مات على اليابسه بره يعني ان احنا ممكن نقدر نشيله كده. فدلوقتي خلينا ناخد السهم بتاعنا اللي احنا صدنا بيه يعني. ودلوقتي يا شباب اخيرا صدنا غزال زي ما انتم شايفين ونقدر نشيله ونشيل جلده يعني ونبيعه، او ممكن نبيعه كله على بعضه كده عند بتاع اللحوم يعني. فخلينا نشيله كله كده على بعضه ونوديه لبتاع اللحوم في المدينه اللي احنا كنا فيها الحلقه اللي فاتت لو تفتكروا، المدينه اسمها فالنتاين يعني. ودلوقتي خلينا نصفر الحصان بتاعي عشان يجيلي واحط يعني الصيد بتاعنا على الحصان. وبيقول لي ان الصيد بتاعنا تقييمه نجمه واحده بس مش عارف ليه بصراحه، لكن خلينا برضو نحطه على الحصان كده ونروح نبيعه في المدينه. طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين ربطناه على الحصان وحطيناه كده، وخلينا ناخد الحصان بتاعنا بقى يعني. كتر خير الحصان الصراحه هيشيل لنا كمان والصيد بتاعنا اللي هو الغزال. ودلوقتي اخيرا صيدنا يا شباب بمجهودنا ما سرقناش اي حاجه من اي حد. ودلوقتي خلينا نروح المدينه ونبيع الصيد اللي احنا صدناه دوت عند الراجل بتاع اللحوم وناخد مقابله فلوس او لحمه يعني. دلوقتي زي ما انتم شايفين هي دي المدينه يا شباب على الخريطه اسمها فالنتاين، والراجل بتاع اللحوم هو العلامه دي بالظبط. فخلينا نحدد عليه كده بالظبط ونروح للطريق بتاعه ونشوف هنقدر نبيع عنده ايه. هو الشباب تاجر اللحوم دوت مش بيكون يعني ممكن تبيع عنده بس، لا ممكن تبيع وتشتري يعني. احنا ممكن مثلا نبيع الغزال دوت وهو يقطعه بقى ويعمله براحته، وممكن احنا نشتري منه لحمه تانية وممكن لحمه غير لحمه الغزال كمان، لان بصراحه اللحمه دي تقييمها نجمه واحده واحنا صيدينها بطريقه غبيه، فخلينا نديها له وناخد منه لحمه تانية يعني. تمام دلوقتي خلينا نروح باقصى سرعه للمدينه، لان الغزال دلوقتي لو فضل على الحصان بالشكل دوت هيعفن يا شباب ومش هيرضى ياخده مننا لان احنا صيدينه من فتره طويله. لكن لو رحنا بسرعه ثانيه واحده يا شباب، والله في ست هنا الحصان بتاعها وقع يا شباب ورجلها تقريبا مكسوره وعايزه حد يساعدها يعني. فدلوقتي خلينا ننزل نساعدها بسرعه، ويمكن يعني العمل الخير اللي احنا بنعمله دوت يخلينا يعني نبيع الغزال اللي احنا صدناه بسعر كبير. فخلينا دلوقتي نشيل الحصان معاها ونحاول نطلعها من تحت الحصان يعني. دلوقتي يا شباب رفعت الحصان وخليتها تطلع دلوقتي زي ما انتم شايفين ساعدتها. خلاص يا حاجه خلاص يعني ساعدتك خلاص بقى معلش.
تمام. دلوقتي هي زعلانه على الحصان بتاعها يا شباب جدا، ودلوقتي انا هسيبها وامشي بصراحه لانها عايزاني اوصلها بصراحه، وانا مش هينفع اوصلها لان انا كمان معايا غزال، فهتروح فين يعني؟ هتركب فين معايا مع الغزال دوت؟ فخلينا دلوقتي نسيبها ونمشي يعني، احنا كفايه ان احنا طلعناها من تحت الحصان يعني. وخلينا نروح دلوقتي على المدينه، ويا رب ما حدش تاني بقى يوقفنا، عشان كل ما امشي شويه في حد يوقفنا ويكون عايز مساعده. والله زي ما شايفين دلوقتي الصبح بدري يعني والشمس طالعه، وممكن نروح دلوقتي بتاع اللحوم نلاقي كل اللحوم عنده لسه فريش كده، وممكن نشتري منه اللي احنا عايزينه يعني. بس خلينا نشوف كده معانا فلوس كام. تمام يا شباب، معانا فلوس 159 دولار و25 سنت. ممكن دلوقتي نروح نبيع الغزال دوت، وبعد كده نشتري بقى بالفلوس دي لحمه وحاجات ممكن ناكلها ونستفيد منها وكده. دلوقتي قربنا على المدينه، ولو تفتكروا ان احنا المره اللي فاتت كنا عملنا جريمه بالغلط يعني، خدت حصان غير حصاني بالغلط ورفع عليا قضيه كده ودفعت فيها غرامه. تقريبا لسه ما دفعتش الغرامه يعني، تقريبا لسه عليا غرامه مش عارف 10 دولار تقريبا، بس مش عارف لو دي هتعمل لي مشكله لما اروح ابيع ولا لا. بس تقريبا ان شاء الله مش هتعمل لي اي مشكله، زي ما انتم شايفين اتكتبت اهي يعني 10 دولار عليا لازم ادفعها. دلوقتي الساعه 8:54 ودرجه الحراره زي ما انتم شايفين 7، يعني الجو بارد جدا يا شباب. زي ما انتم شايفين الستامنا بتاعت الحصان يعني خلاص بقى قربت تخلص، والحصان بيعاني يعني لان هو شايلني وشايل الغزال كمان، وموصلنا لغايه المدينه. وزي ما انتم شايفين دلوقتي وصلنا عند بتاع اللحوم، وهو ده شباب الراجل اللي احنا ممكن نبيع عنده او نشتري منه اي لحوم او اي حاجه احنا عايزينها. دلوقتي يا شباب خلينا ناخد الغزال دوت كده ونوديه للراجل ونشوف ممكن يشتريه مننا ولا لا. دلوقتي هقول له ان انا عايز ابيع الغزال اللي انا اشتريته، ودلوقتي الغزال اللي انا اشتريته يا شباب ثمنه 2 دولار و80 سنت، يعني ان انا هبيعه ب 2 دولار و80 سنت لان حالته يعني مش كويسه، مش عارف ليه يعني، مش عارف ازاي المفروض اصطاده يعني. انا لو صدته بالمسدس مش عارف هيكون احسن ولا لا، فاللي منكم عارف ممكن يكتب لي تحت في الكومنتات برضو عشان نكون عارفين ازاي نصطاد بعد كده، وما يكونش حاله الحيوان اللي احنا يعني هنبيعه تكون سيئه. ودلوقتي خلينا دلوقتي نبيعه، ويا شباب بعناه دلوقتي ب 2 دولار و80 سنت. ودلوقتي يا شباب خلينا نشتري منه اي حاجه كده احنا عايزينها يعني، ممكن نشتري منه برضو انواع كتيره من اللحمه يعني. فخلينا دلوقتي نشوف الانواع الموجوده والاحسن انواع ممكن نشتريها وناخدها يعني. وزي ما انتم شايفين في انواع بتزود الطاقه وبتزود القدره اللي هي قلت لكم عليها، اللي بتعرفنا فين الحيوانات وفين نتبع الاثار بتاعتها وكده. فدلوقتي ممكن نشتري ديت. تمام، مكتوب عليها يا شباب سالتد فينجن يعني لحمه غزال مملح، ودلوقتي ممكن نشتريها كده منه بدولار 90 سنت. ممكن نشتري كذا واحده يعني منه بحيث ان احنا يعني لو عايزين ناكل وكده. وفي يا شباب لحم بقري برضو مملح يعني اللي هو سالتد بيف دوت، ممكن نشتري منه برضو كذا واحده عشان يعني يا شباب لو احتاجنا ناكل في اي وقت يكون معانا اكل يعني. وزي ما انتم شايفين هي دي محطه القطر يعني اللي ممكن نشتري منها تذاكر ونسافر لمدن تانية اكبر واحسن بكتير من المدينه ديت، بس ان شاء الله في المهمات الجايه يعني. وان شاء الله المهمات ممكن نبداها من الحلقه الجايه ان شاء الله. اتمنى يكون يا شباب الفيديو عجبكم، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبكم الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو عشان تشوفني مره تانية. وكان معاكم يوسف، ومع السلامه.